السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا حبايبي، انا الحقيقة كان بقالي شهرين الغسالة بتاعتي بايظة، وقعدت حرفيا شهرين من غير غسالة، وبدور على غسالة تكون كويسة، تكون قيمة مقابل سعر. يعني سعرها يكون معقول، وتكون هي جودتها كويسة، الخامات بتاعتها كويسة، وتعيش معايا وتستحمل. بعد تجربة، يعني بعد تدوير شهرين في كل الغسالات وفي كل الحاجات، الغسالة الأوتوماتيك والفوق أوتوماتيك. الحقيقة أنا الغسالة بتاعتي القديمة كانت فول أوتوماتيك، ف ناس كتير قوي رشحولي اني اغير واجيب اللي هي الفوق اوتوماتيك، بس انا ما كنتش مقتنعة بيها خالص، لان اللي اتعود على الغسالة الاوتوماتيك ما بيعرفش يستعمل الغسالة تانية. يعني انا من الناس اللي اتعودت عليها. وكمان الغسالة الاوتوماتيك فيها ميزات كتيرة قوي 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 مش موجودة في الغسالة الفوق اوتوماتيك. فاحنا لازم نبقى عارفين كده من الاول ومحددين احنا ناويين نجيبها ايه، عشان ما نقعدش ندوخ ونلف في كل الاتجاهات. وما تعملوش زيي انا، بجد حرفيا كنت بقالي شهرين بدور على الغسالة، محتارة ما بين اني اسمع كلام اللي حواليا كلهم اني اجيب فوق اوتوماتيك اللي هي بتتفتح من فوق، او اجيب اللي انا مقتنعة بيها وحباها ومتعودة عليها وبحب كل ميزاتها اللي هي الفول اوتوماتيك. فطبعا بعد تدوير كتير جدا قررت اني هجيب الفول اوتوماتيك اللي انا متعودة عليها زي اللي كانت عندي، بس طبعا ما جبتش نفس الماركة خالص. انا اللي عندي كانت يونيفرسال 10 كيلو. فطبعا انا لما اجيب غسالة لازم اجيب 10 كيلو زي اللي كانت موجودة عندي. الحقيقة ما عرفتش اجيب زي اللي كانت موجودة عندي من كمية اسعار الحاجة، يعني مهولة مهولة يا جماعة بجد. الاسعار خرافية، يعني خزعبلية، مش عارفة اقول ايه، يعني بجد الاسعار مستهبلة جامد قوي. فقعدت ادور واعمل سيرش كتير قوي لحد ما لقيت القمر دي غسالة توشيبا 8 كيلو، بس الحلة بتاعتها واسعة وجميلة جدا. الموتور بتاعها انفرتر، ضمان 10 سنين على الموتور، وضمان 10 سنين كمان على أجزاء الغسالة كلها على ما أتذكر. بص، دي الزراير بتاعتها، والبكرة ديت فيها 16 برنامج، موجود فيها حاجات حرفيا مش موجودة في غسالة تانية. وغسالة كمان ممكن نقول سعرها أعلى منها بكتير، مش موجود فيها الحاجة اللي موجودة في الغسالة دي البرامج بتاعتها كلها، دول 16 برنامج زي ما قلت لكم. وفيها برنامج الذاكرة اللي فوق اللي انا بشاور عليه ده، انا ظبطاه على الذاكرة ديت. برنامج الذاكرة بيقولك ان انتي بتشوفي البرنامج اللي انتي بتحبيه ومفضل عندك وبتشغليه باستمرار، بتشغليه كتير قوي. فانتي بتظبطي البرنامج على برنامج الذاكرة وبعدين مجرد ما بتجيبي البقرة على الذاكرة خلاص تمام، هي بتفضل على البرنامج اللي انت عايزاه. هنا ده الدرج بتاع الغسالة. الباب اللي اتفتح لو انتي بتستعملي مسحوق بودر بتسيبيه كده مفتوح. لو بتستعملي المسحوق جل زي اللي انا بستعمله دلوقتي، بتقفلي الباب وبتحطي المسحوق. تمام جدا. لازم يبقى الباب ده مقفول لو انت بتستعملي المسحوق الجل. وطبعا احنا عارفين العين التانية الفتحات التانية للدوني والزهرة والحاجات دي. بصوا، ده الباب بتاع الغسالة زي ما انتوا شايفين، جميلة جدا، خامتها تحفة تحفة تحفة، الماتيريال بتاعتها قوية وجميلة. بصوا الحلة من جوه، يعني انتوا من الوهلة الاولى كده تفتكروا الحلة صغيرة، لا اطلاقا، الحلة ما شاء الله واسعة جدا. بصوا الحلة من جوه، بصوا مالك ابني حط لكم ايده في الحلة، بصوا الحلة من جوه ايده واصلة لحد فين، بصوا دراعه كله دخل جوه الحلة. بصوا ما شاء الله، 8 كيلو بس بتاخد غسيل ما شاء الله.
شايفين البروز اللي في الحلة دي بتساعد على تنظيف الغسيل، الغسيل بيطلع منها نظيف جدا. البروز اللي موجودة في الحلة لبره مش لجوه، دي بتساعد على تنظيف الغسيل. شايفين الماتيريال بتاعت الحلة، خامة الحلة عاملة ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا جدا جدا. انا بقالي شهر ونص جايباها، وقلت لازم اجربها الاول وبعدين اطلع اقول لكم رأيي فيها. هي فعلا بجد بجد مش قادره اقول لكم، انتوا متخيلين بقالي قد ايه؟ بقالي شهرين ما عنديش غساله، متخيلين كميه الغسيل اللي كانت عندي عامله ازاي؟ مش قادره اقول لكم، حرفيا خلصت لي كل كميه الغسيل دي. انا دلوقتي هعمل معاكم تجربه سريعه كده هوريها لكم وهي شغاله. حطيت دفايه سرير، انا بستعمل لها المسحوق الجل انتوا حابين تجيبوا اي نوع تاني، انا مستريحه جدا مع المسحوق ده. انا عشان هشغل الدورة السريعة اللي هي 15 دقيقة بس، حطيت بس نص المقدار بتاع المسحوق. بنحط زي ما قلت لكم، بنحط المقدار بتاع المسحوق في الدرج في الناحية دي اللي هي بنبقى قافلين الباب بتاعها. هظبط بقى البرنامج على 15 دقيقة، البرنامج اللي هو 15 دقيقة. اهو اداني في الشاشة 15 دقيقة. الزرار اللي من فوق اللي على اليمين من فوق ده زرار اهو، ده زرار الباور اللي هو بيشغل الغسالة وبيطفي، الستارت اللي هو هيشغل الغسالة اللي هي تشتغل بعد ما اظبط البرامج. درجة الحرارة، بصوا الزرارين اللي انا بدوس عليهم دول لما هتلاحظوا هنا في قفل تاني هيظهر. بص في زرارين كده مالك بيدوس عليهم، في قفل ظهر مرسوم عليه كده طفل او بيبي. ده الزرارين دول بتدوسي عليهم بيمنعوا عبث الاطفال او لعب الاطفال. يعني دي حاجه انا حبيتها جدا لان انا عندي اطفال صغيرين، ابقى ظابطه البرنامج ومشغله الغساله وكله في الامان، وادخل الاقيهم لعبوا في البقره ولعبوا في الزراير وبوظوا الدنيا والغساله ما اشتغلتش، وقفت. فعبث الاطفال ده ممتاز، بيخليهم بقى لو دخلوا لفوا اي حاجه داسوا على اي حاجه، البرنامج اللي انت ظبطاه بيكمل وبيشتغل وما بيعملش اي مشكله. هنا ده ضمان الغساله دي، بوريكم ان هي تكنولوجيا يابانيه، ضمان ميراكو مش ضمان العربي عشان نبقى عارفين، ده ضمان ميراكو. الناس اللي هتستغرب ليه ضمان مراكو، هي الحقيقة توشيبا الفترة ديت بقالها فترة كده من شوية غيرت الضمان بتاعها، اديته المراكو. مراكو اللي هو ضمان بتاع كارير، وكلنا طبعا عارفين كارير وتكييفات كارير وكل حاجات كارير عاملة ازاي. فهو ضمان مراكو ده ضمان كارير، ما تقلقوش من الضمان اطلاقا. انا جربته وشفت الناس بتاعته عاملة ازاي، ما شاء الله بجد ممتازين ممتازين فوق الممتازين. ده الفلتر بتاع الغسالة انا بوريه لكم برضو. بعد كل كام غسلة كده، يعني بعد 5 غسلات ولا حاجة بنفتح الفلتر بالكتير طبعا 5 غسلات بنفتح الفلتر ننضفه وننشفه كويس ونرجعه تاني مكانه. بص ما شاء الله الغسالة اللفات بتاعتها عاملة ازاي، اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا جدا بجد. حرفيا انا اتبسطت منها قوي قوي. يامن بيقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك، ومالك بيقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك. بصوا يا جماعة، هي دلوقتي كده بقى لها يعني عدت كام دقيقة، فاضل عليها 8 دقايق. شايفين المية بتبقى نازلة عاملة ازاي؟ بص اللفات بتاعتها ما شاء الله عاملة ازاي. بتسحب دلوقتي المية اللي فيها، او مالك بيشرح لكم، بتسحب المية اللي فيها بسرعة. البرنامج سريع جدا جدا، هو يا دوبك على طول بيغسل وبيشطف وبيعصر في 15 دقيقة. يعني اي حاجة مستعجلة عليها اي حاجة، بس البرنامج ده مش للحاجات المتسخة عشان نبقى معترفين ونبقى مع بعض ونبقى صادقين مع بعض. البرنامج ده مش للحاجات المتسخة، البرنامج ده للحاجات اللي هي
فيها عرق، فيها مثلا حاجة نزلتي بيها مشوار سريع كده وما لحقتش تتوسخ عليكي، خفيف كده، حاجة بتاعت اطفال مثلا يا دوبك لبسوها وقلعوها تاني على طول، ما لحقوش يعني يوسخوها وكده، انت حابة تغسليها وتحطيها في الدولاب نظيفة. الحاجات دي، هي الحاجات دي للبرنامج اللي هو السريع دوت، حاجة انت مستعجلة عليها وفي نفس الوقت هي مش متسخة قوي، بتشغلي عليها البرنامج ال15 دقيقة دوت وبتغسلي على طول. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده خلاص قربت تخلص، خلاص هي كده تقريبا خلصت ال15 دقيقة. البرنامج ده ممتاز جدا 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 للحاجات اللي الاولاد بيقلعوها ويرموها. يا دوبك انا عندي الاولاد يا دوبك يلبس التيشيرت او يلبسوا الترنج او اي حاجه ويقلعوها يرموها وما لحقتش تتوسخ، وانا الحقيقه عندي فوبيا ما بعرفش اشيل الحاجات دي احطها تاني في الدولاب، فباخدها على طول على البرنامج السريع ده. بصوا هنا خلاص خلاص خلصت، بتصفر لما بتخلص عشان انا بس قافله الصوت فمش سمعتوش الصوت، بتصفر. فزي ما بقول لكم باخدها، بصوا ناشفه ازاي، بتطلع الحاجه ناشفه جدا جدا. هنا المية ديت دايما ننشفها عشان ما تكمكمش تعمل ريحه وحشه. هي برضو فيها ميزه كويسه قوي، شايفين الاخرام دي، اخرام اللي في الكاوتشه بتاعت الحله ديت، مش كل الغسالات فيهم دي الغسالة الوحيدة اللي فيها الأخرام ديت، بتنزل بقايا المية الموجودة في الكاوتشة، فبالتالي بتخلي الكاوتشة ما تكمكمش، متعملش ريحة وحشة. وبرضو احنا بننشف برضو اول باول، وبقايا المية اللي بتنزل بقى خلاص هي بتنزل من الأخرام دي وخلاص. هنا بقى بقول لكم البرامج بتاعتها. اول برنامج قطن اصطناعي، مدته بيبقى ساعتين 36 دقيقة، درجة الحرارة بتاعته من 40 ل60، اللفات بتاعته من اول 60 ل1200 لفة اهو زي ما انتم شايفين، 1200 لفة. درجة العصر، شوفي عايزة التجفيف عايزة تعصري على اي درجة. اللي بعديه جاكيت، اللي هي الجواكت والحاجات دي، البرنامج بتاعها ساعة ونقول ساعة ونص تقريبا. برضو ممكن تشيلي درجة الحرارة خالص او تشيلي العصر خالص، ده نهاية تأخير النهاية. ده البرنامج اللي انت لو انت عايزة تشغلي الغسالة في وقت معين بتظبطي البرنامج ده وبتحطي المسحوق وبتحطي كل حاجة، بس ما بتشغليش الغسالة، بتظبطي البرنامج دوت، هي بتشتغل بعد المدة اللي انت عايزاها، الوقت اللي انت عايزاه اهو. بتظبطي البرنامج اللي انت عايزاه. في ملابس رياضية، وفي خليط متنوع، وفي ملابس صوف، وفي جاكيت تقيل. بصوا انا بوريكم كل برنامج بيبقى ليه درجة الحرارة بتاعته وليه درجة العصر بتاعته، انت بتظبطي اللي انت عايزاه. ده صوف، بتظبطي برضو الحاجات الصوفات طبعا ما بتتعصرش، او لو اتعصرت جامد بتبوظ. ف العصر بتاعها احنا بنحاول نظبطه زي ما احنا عايزين، ودرجة الحرارة طبعا بنظبطها زي ما احنا عايزين. الصوف اهو زي ما قلت لكم ما بيتعصرش جامد، فهو العصر بتاعه البرنامج بتاع العصر بتاعه من 600 ل 800 بس، مش لحد 1200 عشان ما يتعصرش قوي. اهو انتي بتختاري البرنامج اللي انتي حباه او اللي انتي عايزه تشغلي عليه، وبعدين بتظبطي درجة الحرارة اللي انت عايزاها برضو، سواء عايزة او مش عايزة بتلغيها خالص. وبعدين العصر. بصوا بقى ده البرنامج اللي موجود في الغسالة دي، مش موجود في غسالات تانية كتير. ده برنامج تنظيف حلة الغسيل، معمول لها برنامج مخصوص علشان خاطر ينظفلك الحلة بتاعة الغسالة. انتوا متخيلين؟ يعني انت تظبطي البرنامج وتحطي كوبايه خل في الدرج وتشغلي البرنامج وهي تغسل الحله بقى وتخليها لك فله وترجع لك الغساله جديده من جوه. الموضوع ده بنعمله كل شهر.
اهو بنظبط درجة الحرارة وبنظبط العصر اللي احنا عايزينه. ده البرنامج اللي هو شطف وعصر بس اهو، شطف وعصر بس، حتى المدة بتاعته 12 دقيقة مش كتير. بعد كده ده البرنامج اللي بعده، البرنامج ده مدته طويلة شوية، وبرضو ممكن نظبط درجة الحرارة اللي احنا عايزينها او نظبط العصر اللي احنا عايزينه برضو زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بندوس ستارت ونشغل والغسالة تشتغل تمام، تخلص كل الدورة بتاعتها وبعدين تفصل لوحدها، بتزمر وتفصل. البرنامج اللي بعده خليط متنوع، اللي قبل ده كان حماية الألوان عشان كده كان عدد الساعات بتاعته كبيرة. دوت خليط متنوع دوت بيبقى كله بقى، انت بتحطي بليستر على قطن على ألوان على فاتح، كله على بعضه. خليط متنوع دوت بيديكي لحد درجة حرارة 90 وبيديكي لحد 1200 لفة. طبعا انت بتظبطي اللي انت عايزاه. مدته اصلا اساس البرنامج مدته ساعة و10 دقايق، لو انت هتزودي بقى درجة الحرارة هتزودي درجة العصر المدة بتاعته بتزيد، بتبقى ساعتين زي ما انتم شايفين كده. الحقيقة انا برنامج خليط متنوع ده انا مبسوطة بيه جدا. ده اخطية السرير برضو بتظبطي درجة، مدته ساعة و48 دقيقة، تظبطي برضو درجة الحرارة اللي انت عايزاها زي ما انا بوريكي كده، او بتظبطي العصر برضو، انت عايزاه يتعصر قوي عايزاه يتعصر يبقى مش معصور قوي. وعايزه اقول لكم ان الغسيل بيطلع منها ممتاز، اقسم بالله الغسيل بيطلع ممتاز، بيطلع نضيف جدا، بيطلع مش مكرمش. يعني في غسالات كتير الغسيل بيطلع منها مكرمش، هو الحقيقه الموضوع ده ما كانش في الغساله بتاعتي القديمه، ما كانش الغسيل برضو بيطلع منها مكرمش، كان بيطلع مفرود جدا وزي الفل. برضو الغساله دي الغسيل بيطلع منها مفرود مش مكرمش وكويس جدا. ده البرنامج اللي بعده مدته ساعة 45 دقيقة، برضو العصر فيه لحد 1200 لفة. الحقيقة يا جماعة الغسالة دي بجد ممتازة 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 بمعنى الكلمة. الموتور بتاعها انفرتر، اللي مش عارف الموتور الانفرتر دوت غير الموتور العادي خالص. الموتور الانفرتر ممكن يستحمل معاكي ان انت تشغلي الغسالة كذا مرة في اليوم، يعني ممكن تشغليها 3 مرات او 4 مرات، بس طبعا يكون في وقت ما بين الغسلة والغسلة بيستحمل. غير ان الموتور الانفرتر موفر في الكهرباء جدا، مدة العمر الانفرادي بتاعه طويل. زي ما بقول لكم الشركة عاملة ضمان على الموتور 10 سنين، هي لو مش متأكدة من الموتور اللي هي حطاه في الغسالة مش هتعمل عليه ضمان 10 سنين، مش هتديكي ضمان 10 سنين ان هي تيجي تغير لك الموتور بعد يعني مدة 10 سنين، والموتور لو حصل فيه حاجة خلال ال10 سنين تيجي تغيرهولك ببلاش، استحالة. فهم واثقين كويس قوي في الموتور اللي هم حاطينه ما شاء الله، فعارفين هم حاطين موتور ايه، علشان كده هو مديكي مدة الصيانة بتاعته او مدة الضمان بتاعه او مدة تغييره مجانا 10 سنين، ضمان على الموتور 10 سنين. وكده دي البرامج بتاعة الغسالة كلها. حقيقة للأمانة غسالة ممتازة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم بقى سعرها قبل ما نختم الفيديو عشان خاطر تبقوا عارفين. سعر الغسالة دي 18,000 جنيه حاليا، انا جايباها من شهر ونص ب18,000 جنيه. لو قارناها بغسالات معدية ال25 ومعدية 28 وداخلة على 30,000 جنيه هنلاقيها افضل منهم بكتير جدا جدا. فطبعا كده هي قيمتها كويسة. السعر طبعا بالنسبة للأيام اللي احنا فيها ديت والحالة الاقتصادية اللي كل الناس بتمر بيها هي سعرها غالي شوية، بس لو انتي هتجيبيها
انتي ممكن بتجيبيها بكذا طريقة، يعني ممكن تجيبيها بالتقسيط، ممكن لو ظروفك ما تسمحش تجيبيها بالتقسيط تجيبيها تعملي جمعية وتجيبيها. هي الحقيقة تستاهل، تستاهل بجد. يعني 18,000 جنيه بالنسبة لها تستاهل جدا جدا جدا. هو رقم كبير، انا طبعا معاكم جدا ان هو رقم كبير مش قليل. بالنسبة لناس تانية ممكن يبقى ولا حاجة، بس بالنسبة لفئة كبيرة قوي من الناس هو رقم كبير. لو الفيديو عجبكم يا حبايبي ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة.